كيف ملاقي الأسعار بشهر رمضان؟ أكيد في أسعار لأ في أسعار كتير غالية دوبلت، يعني القشة اللي كنا نحن نجيبها ب80 صارت ب100 110 كمان 120 صارت الأسعار. اغلى من هون، اغلى من الدجاج هون، واللحمة كله غالي. مع حلول شهر رمضان المبارك تم ملاحظة ارتفاع الأسعار واختلافها من مكان لآخر، ولذلك قامت مصلحة حماية المستهلك بمدينة النبطية بجولة ميدانية لحث التجار على ضبط الأسعار والتقيد بالقوانين. جولتنا روتينية مثل العادة، نحن على كل القطاعات، إن كانت محروقات، إن كانت مولدات، إن كانت مواد غذائية. ولكن جولتنا اليوم تحديدا تعني شهر رمضان وتعني الناس، والصرخة سامعينها أنتم بظل هالأزمة المعيشية والمالية اللي عم يعاني منها البلد، فتعبت الناس. فنزلنا اليوم على الأرض وتم تسطير محاضر ببعض المحال اللي تجاوزت الحد بنسب الأرباح. نحن سبق واجتمعنا قبل رمضان مع جمعية تجار محافظة النبطية واستدعينا تجار الجملة ونصف الجملة والمفرق انه يكونوا بهيدا الشهر رحومين بالمجتمع اللي هن منه. ليش في تفاوت بالأسعار بين محل ومحل؟ اول شيء في تفاوت بالاسعار بين محل ومحل. لو افترضنا هيدي بسطه الخضره بتكون هي مصدر شراء الفواكه والخضره عندها غير مصدر شراء البسطه الثانيه. كمان هيدي البسطه نسب الارباح هي متفاوتة، يعني في حدا يحط من 1% ل 18%، حدا بيحط 3، حدا بيحط 4، حدا بيحط حسب قد هو اقصى الحد الاقصى. لا، طالما ضمن النسبة هي معقولة وهو ضمن سقف القانون. يعني إذا حدا 18% حدا غيره حط 10%، هي الجملة 10% ضمن سقف القانون، عرفتي؟ فهون صار في منافسة، يعني أنت فيك تروحي عند هذا الخضرجي، فيك تروحي عند الثاني. إذا نحن عفوا عملنا سطرنا محضر بكون صارت النسبة تخطط نسبة الربح، عرفتي؟ يعني في تجار، في بسطات، في ملاحم، في بيستغلوا المواسم. يعني بيستغلوا هلا موسم شهر رمضان، بقول هو بيعرف انه بالقانون ونحن منبهينه قبل انه انت نسبه الربح عندك مثلا بالخضر 18% كحد اقصى، بقول يلا ما في هلا حدا، يلا لحط 25%. المحل بده يربح من قد ايه لقد ايه؟ اذا عندنا مثلا لو افترضنا خضار ولحوم وعنده نسبه حد الاقصى 18% من نسبة الكلفة تاعيته، ممنوع يتخطى هيدي النسبة. نحن بيتم تسطير محاضر الضبط لما يتخطى النسبة القانونية المسموح فيها.